السلام عليكم. قبل أيام رئيس قسم التحكم الكهربائي في الجامعة، بروفيسور ألماني عمره تجاوز 60 تقريبا، اجتمع بنا كطلاب جدد وبدأ يسأل كل واحد من أي بلاد. واحد أمريكي، واحد من كوريا، واحد من اليابان، من الهند، باكستان، إيران، تركيا، كل دولة أقوى من الثانية. كل واحد كل ما طالب يعرف بنفسه من أي نوع، يعني الدكتور يرحب له ويهز ويبتسم. المهم كل ما كان يقولون بالدور لا عندي وأنا أفتجر. ليش؟ مدري. طول الفترة هذه اللي الطلاب يعرفوا بأنفسهم وأنا جالس أهدئ نفسي. صلي على رسول الله مالك مفجوع. أنت يماني شامخ كان يقول له إن أنت من اليمن الذي قال عليهم هتلر ما أدري عبد الناصر إنهم أقوياء وعيقات بهم الجن والإنس والعالم، والشاعر والكل قال احتزم بالجنب يا حط فوق الراس شاه. ما بش فايدة، كله وهم وكلام فاضي. نعيش بلا دولة يا سادة، وإن كانت هنالك دولة فهي بلا هيبة. دولة تبتزها دويلة، دولة عمر حضارتها عشرات الآلاف من السنين، تملي عليها قراراتها دويلة أقدم قطعة أثرية فيها جهاز آيفون. دولة تهزمها قبيلة أو شيخ قبيلة أو متمرد عن المجتمع وقيم. دولة بلا قانون إلا على البسطاء والضعفاء. دولة يرأسها شخص أكاد أجزم أنه لا يحفظ نشيدها الوطني. دولة تمنح فيها المناصب السيادية كهدايا ومكافآت ومجاملات. دولة تصرف النظر عن التكفل بأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها. دولة تتغافل عن علاج الجرحى الذين تمزقت أجسادهم في معارك الحفاظ على الدولة والجمهورية. وصل الدور عندي. أنا من اليمن يا سيادة البروفيسور. كان في يده أوراق حطهن على الطاولة، شاف لها عندي وعاد السؤال، قال لي من أين؟ أنا توقعت إنه ما أعرفش الدولة هذه وش يتعرف عليها. قلت لها من اليمن. قال اليمن صنعاء. استغربت، قلت لها ها تعرف صنعاء؟ قال أفضل طالب أشرفت عليه طيلة حياتي كان من اليمن. والله أنه شعور لا يوصف. كل الطلاب في القاعة شافوا له شعور بالفخر، بالتعافي، بالنهوض من جديد، شعور بالبكاء، بالفرح، بالمسؤولية. اليمن في عين البروفيسور هو هذا الطالب. تذكرت حينها أن الإنسان والإنسان فقط هو أصل بناء الحضارات. الأمل بنا وفينا، نحن اليمن، بعلمنا، بمعرفتنا، بأخلاقنا، بالصورة التي ننقلها للآخرين. دمتم ودام اليمن حيا في قلوبنا. سلام عليكم.